دخل الجولة في امتحان أمام الفتح الذي صرح مدربه التونسي ناصف البياوي بأن له مفاجأة، وسعيد جودة يطلعنا عليها. منين اجيب الحظ الحظ انا احس، منين اجيب الحظ انا احس، منين اجيب الحظ الحظ انا احس، منين اجيب الحظ انا احس. ما أن أطلق فهد المرداسي صافرة نهاية لقاء الهلال بالفتح حتى بدأ يدور في بالي سؤال وحيد: إلى جانب من وقف الحظ في هذه المباراة التي لم تتأخر تفاصيلها كثيرا؟ فحائط الهلال لم يستجب لإشارة دونيس، وإلتون هز شباك الشراحيل بعد 5 دقائق. ركنها صح، ده بيتقال عليه هدف هاندبول. بركان الزعيم ينفجر مطلقا حمامه على مرمى القادمين من الأحساء، كرات وقفت في وجه عبورها نحو الشباك حارس لم تثبت قدماه على الأرض طيلة 40 دقيقة من شوط أول. ختم الشراحيلي لقطاته بهذه الطريقة، ولكن على طول شراحيلي يطلع الكرة إلى ركنية. دونيس بدأ تعليماته قبل الاستراحة التي لم يختلف بعدها شكل الصورة ولا تفاصيلها. إدواردو، الميدا وكل من لبس قميصا لونه أبيض انهال بكرات على المرمى الأزرق، والطريق إلى الشباك يبقى مفقودا للهلال، لكنه احتاج لمسة واحدة للنموذجي ليرفع النتيجة من 1 إلى 2. والفتح بيبحث عن مرتدة، والبينية الفالكون انفراد الثاني، الفتح بفاجئ الهلال. ولأنك تواجه الزعيم فعليك معرفة حقيقة مفادها بأنه يمرض ربما لكنه لا يموت. رأس الزوري تطل من فوق الجميع مقربة المسافات، والشمراني زلزال إذا ما ضرب كانت العودة والتعادل. لبسة ياسر، لبسة ياسر، لبسة ياسر يا ناصر. البياوي وعد المتصدر بالمفاجأة، وإلتون يصدق هذا الوعد ويعيد الكرة والكرة إلى شباك الشراحيلي والتقدم من جديد. فتحاوي مش إلتون جوزيه، ده إلتون جونينيو. وقت قاربت نهايته، وظن الجميع بأن الفتح في طريقه للعودة بنقاط المباراة كاملة إلى ملعبه، خاصة بعد هذا التصدي من العويشير. إلا أن الزوري أبى إلا أن يقسم النقاط بين الفريقين بالتساوي في تعادل كان بطعم الخسارة وبطعم الفوز. أما التفاصيل فأتركها لأصحاب الخبرة من ضيوفنا. سعيد جودة، صدى الملاعب. على القائم الثاني، لكن الزوري دائما في الموعد.